ده جون أجمد شاب في منطقته، وكان بيعشق سلمى صاحبته ونفسه يقضي معاها العمر كله. وفي ليلة وهم مع بعض وكانوا سكرانين طينة يجبوا العربية، وجون كان سايق على 160 وكان معلي المزيكا، وكان معاهم واحد صاحبهم وما كانوش حاسين بالدنيا أصلا. وهوب فجأة قاموا خبطوا في الشجرة، واتيما جون بره العربية وراح يلحق صاحبه، بس للأسف كان مات. فحاول يلحق سلمى، بس العربية قامت ولعت فيها وملحقش يقضي معاها ليلة واحدة حتى، وما كانش مصدق اللي عينيه شايفاه. وعشان كده لما ستيفن عرض عليه انه يعمل عليه تجايب ممكن تساعد الشباب وما تخليش حد يغلط الغلطة اللي عملها جون دي تاني، فجون وافق. وستيفن ده بقى عنده مركز ابحاث مسميه يصل عنكبوت، بيعمل فيه تجايب على بعض الاشخاص اللي نصهم كان مسجون واللي ملوش اهل واللي كان مرمي في الشارع، وبيعمل عليهم تجايب لمصلحة شركة الأدوية بتاعته، وبيجرب عليهم أنواع مختلفة من الأدوية. ساعات دواء يضحك الواحد على أي حاجة، ودواء تاني يبكي الواحد على أي حاجة برضه، ودواء يخلي الواحد يحب اللي قدامه، ودواء يخلي الواحد يشوف الدنيا كلها بمبي بمبي، ودواء وحش جدا اسمه ظلام النفوس بيخلي الواحد يشوف حاجات فظيعة جدا. بس اللي كان مهتم بيه جدا ستيفن هو دواء الطاعة، واللي عشانه عمل المركز ده كله. وعشان ستيفن بيحب شغله جدا ونفسه المشروع بتاعه ده ينجح، بقى يجرب الأدوية دي على نفسه هو شخصيا. والأدوية دي بتتاخد من خلال جهاز كده بيتيكب في ظهر الإنسان، وبيقدر ستيفن يتحكم فيه من خلال الموبايل. وستيفن جاب واد عبقري اسمه مارك عشان يساعده في الموضوع ده. ومارك هو الشخص الوحيد اللي فاهم كل الدنيا دي ماشية ازاي، بس ما كانش حابب موضوع أذية الناس دي. والدنيا كانت ماشية زي الفل والتجايب ماشية زي الفل، والناس اللي بيتعمل عليهم تجايب موافقين ومبسوطين أحسن من السجن أو الشارع. وستيفن جاب جون وخلاه يقعد مع واحدة اسمها هايدي، وفعل دواء الحب بينهم وخلى الحب بينهم يولع في الضيعة. وتاني يوم عمل نفس اللي عمله مع جون بس مع واحدة تانية اسمها سارة. وتالت يوم بقى جاب سارة وهايدي وحطهم في الأوضة لوحدهم، وجاب جون معاه وقال له مطلوب منك دلوقتي يا بطل انك تختار تحقن واحدة فيهم بدواء ظلام النفوس ده. فجون ما وافقش على حاجة زي كده، لان جون اصله شخص طيب، واللي حصل له زمان ده كان طيش شباب مش اكتر، وهو وافق انه يجي المكان ده عشان يساعد الناس مش عشان يأذيهم. وفي المكان ده جون قابل واحدة اسمها ليزي، قالت له انها جت هنا عشان ساقت محل واتسجنت، ونشأت بينهم هما الاتنين قصة حب. وعدت الايام وستيفن جاب جون تاني وقال له للأسف يا جون انت ما عندكش اختيار تاني، لان الرؤساء بتوعي قالوا لي لو جون ما وافقش انه يدي لهايدي دواء ظلام النفوس هنرجعه السجن من تاني. فجون ما كانش قدامه حل تاني وقام ادى الدواء لهايدي، واللي ساعتها بدأت تتخيل حاجات فظيعة جدا خلتها مش قادرة تتحكم في مشاعرها، وقعدت تصيخ وتصوت وتقول لهم الحقوني، وقعدت تكسر في كل حاجة. ولما حاول ستيفن ومايك يلحقوها كان فات الأوان وكانت قتلت نفسها. في الوقت ده جون استغل غياب مايك وستيفن ومسك الكشكول بتاع ستيفن، وساعتها بقى فهم الحدوتة كلها. وبعد ما الدنيا هديت كده وحاول ستيفن يهدي الدنيا، اكتشف ستيفن الحب اللي كان بين جون وليزي، وقال في عقل باله انه لازم يستغل النقطة دي، وقام جاب ليزي حطها في الأوضة وطلب من جون انه يديها دواء ظلام النفوس، بس طبعا جون ما وافقش. وستيفن قال له طب احنا هنأجل الموضوع ده لبكره، بس جون ما استناش لبكره وقام اتكلم مع مارك وقدر يقنعه انه يساعده. وتاني يوم كان لازم جون يدي الدواء لليزي، بس برضه جون ما كانش موافق. فحاول ستيفن يستفزه ويقول له هو انت فاكر انك بتحبها بجد؟ طيب انت تعرف هي عملت ايه قبل كده؟ وقام قال لها تقولي له انت ولا اقول له انا؟ ولسه ستيفن بيقول له هي عملت ايه، قامت ليزي قالت له انا اللي قتلت بنتي بايدي يا جون، بنت اللي ما كملتش 9 شهور سبتها في العربية في عز الحر ونسيتها ودخلت شغلي، فاعمل فيا اللي ستيفن بيطلبه منك، اكيد مش هتأذيني اكتر من الشعور اللي بينهش في جتتي كل يوم والتاني. وقام جون فعلا داس على الزرار، بس ما طلعش بيأثر على ليزي، طلع بيأثر على ستيفن.
واتاري مارك ساعده في كده، وكمان مارك راح يبلغ البوليس على اللي ستيفن عمله في هايدي. وقام جون ادى دواء ظلام النفوس لستيفن وخلاه يعترف له بكل حاجه بقى، وقال له انه عمل المشروع ده كله عشان دواء الطاعه اللي من خلاله هيقدر يسيطر على كل الناس الغلابه ويخليهم ينفذوا كل اللي يطلب منهم من غير تفكير. بس للاسف المشروع فشل ما نجحش. فقام جون خلاه يفتح البوابه ببصمه ايده وقال له انا ههرب انا وليزي وهمنعك تاذي الناس من تاني. بس ستيفن ما سابوش يمشي كده بسهوله، وقام ضربه، وكمان ادى دواء ظلام النفوس لليزي وكانت خلاص هتقتل نفسها. بس جون ضرب ستيفن ولحق ليزي في اخر ثانيه وحاولوا يهربوا. بس ستيفن قام مهيج عليهم باقي الناس وقال لهم لو جون وليزي هيبوا هترجعوا السجن من تاني. بس جون وليزي قدروا انهم يهربوا من الناس، وكمان ستيفن قدر انه يهرب ويركب طيارته. بس كان الجهاز اللي فيه الادويه بتاعته اتكسر والادويه دخلت في بعض وخليته يلبس في حيطه وطيارته انفجرت. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.